السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه السومو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم كيك بارد بالشوكولا سهل وكيوجد بسرعه بدون فرن، كيجي لذيذ بزاف. شاهدوا معايا المكونات وطريقه التحضير. مكونات الطبقه الاولى: 300 غرام بسكوي، واحد دانيت شوكولا، معلقه ديال الزبده. غادي نطحنوا البسكوي وغادي نخلطوه مع هاد المكونات حتى نحصلوا على عجين بهذا الشكل. غادي ناخذ المول اللي كيتفتح من الجوانب او بحال هذا الشكل. اللي ما عندهاش المول اللي عندها مول عادي ما كيتفتحش، ممكن تغلفو كامل بالسلوفان باش تسهل عليها تزول الكيك. هاد الورق اللي شفتوني درتو ماشي ضروري، غادي نحيدو من بعد. غادي ناخذ البسكوي، غادي نبسطو بهذا الشكل بواسطه الملعقه او باليد ديالنا حتى كنحصلوا على الطبقه الاولى. غندوزو نحضروا الطبقه الثانيه. غنحتاجو فيها نصف لتر من الحليب، 200 ملي من كريم فريش، 3 المعالق او 4 المعالق ديال السكر حسب الذوق، 4 الباكيات ديال الفلون. الا كان عندكم فلون رويال غادي ديروا غير 2 باكيات، واحد دانيت شوكولا، 50 غرام ديال الشوكولا. اللي ما غاديش دير كريم فريش ممكن دير غير 3 علب ديال الفلون. انا درت 4 واخا وحده راه ما بايناش، ولكن كريم فريش كيخليها تجي بنينه بزاف. غادي ناخذ كل المكونات نضيفوهم على الحليب، القشطه الطريه، فلون، السكر، ونوضعوهم فوق البوطه حتى كيغلاو مزيان. عاد في الاخير كنضيفوا دانيت شوكولا مع 50 غرام ديال الشوكولات. كنبقاو نحركوا فيهم مزيان باش ما يديرش لينا الفلون كتل، يعني كنحركوا حتى كيغلى، ثم كنزولوهم فوق البوطه ونضيفوا الشوكولا ودانيت ونحصلوا على هذا الشكل. الا بغيتو لون غامق ممكن تزيدوا بودره الكاكاو، كما زدت انا واحد الساشي ديال بودره الكاكاو وحصلت على هذا اللون. بعد ما حضرنا الطبقه الثانيه غادي نوضعوها مباشره فوق البسكوي وغادي ندخلوها للثلاجه او المجمد الا بغيتوها تبرد لكم بسرعه، يعني كتبرد بسرعه على ما غادي توجدوا الطبقه الاخيره غادي تبرد لكم الا درتوها في المجمد. صافي هنا غادي ناخذوا 100 غرام ديال الشوكولا اللي كتفضلوا. انا درت الماروخه، وواحد دانيت شوكولا، والقليل من مكسرات. انا استعملت لوز مهرمش محمر. ذوبت الشوكولا في بان ماغي. في الاخير كنضيفوا عليه دانيت ونحركوه مزيان ونضيفوا القليل من المكسرات. كتبقى اختياريه، ممكن ما تضيفوهاش ولكن كتعطي واحد اللذه زوينه وقرمشه. صافي هنا بعد ما قاديت الطبقه الاخيره غادي نجبد الكيك ديالي من الفريكو او من المجمد، ثم غادي نوضعها كما شفتوا راها بارده، ثم غادي نوضعها فوق الطبقه الثانيه بهذا الشكل. كنبسطوها كامله على المول وهكا كنكونوا حصلنا على كيك رائع. غادي نرجعوا المجمد يبرد الشوكولا اللي من الفوق غير شويه. صافي هنا كما شفتوا بعد ما جبدته غندوزو السكين من الجوانب باش داك الشوكولا ما يكونش لاصق في المول، وكنجبدوها بكل سهوله بهذا الشكل ونحطوها في طبق التقديم وكنقدموها بالصحه والراحه. شكرا للمتابعه، الى اللقاء في امان الله. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، غير جربوها البنات غادي تعجبكم بزاف، كتجي لذيذه وكما شفتوا راه المكونات بسيطه جدا.